طبعا كل الفترة اللي فاتت دي الناس كلها بتتكلم عن قصة الشحات والشيبي وايه اللي ممكن يحصل، وهل هيصدر حكم ضده ولا مش هيصدر حكم ضده. النهاردة محكمة جنح مدينة نصر أصدرت حكمها ضد حسين الشحات. فطبيعي انكم تلاقوا كل المواقع وكل الدنيا وكل الناس بتتكلم عن القضية، لكن اللي مش طبيعي ان في كمية معلومات غير صحيحة، كمية هبد الحقيقة كبيرة جدا انا بتابعها من وقت ما صدر الحكم النهاردة. انا عامل لك الفيديو ده عشان اوضح لك الحكم ده معناه ايه والمقصود بيه ايه، وايه اللي هيحصل لحسين الشحات، وهل الشيبي هيتضرر من اي حاجة الفترة اللي جاية ولا القصة هتمشي معاه ازاي. بمنتهى البساطة عشان ما اطولش عليكم، النهاردة صدر حكم من محكمة جنح مدينة نصر بحبس حسين الشحات لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 100,000 جنيه. الحكم ده مع ان هو هيفضل لمدة 5 سنين، دي بنسميها في القانون عقوبة تبعية لمدة 5 سنوات، مش هيترشح لمناصب رياضية. في ناس فسرت الحكم ده على هواها وعلى مزاجها، لا هو حكم له علاقة بالكورة ولا حكم له علاقة بالقانون. هوضح لك الموضوع ازاي. طبعا بعد الحكم اللي صدر ضد حسين الشحات القصة هتمشي ازاي. هنا في حقه ان هو يعمل معارضة استئنافية، لان الحكم صدر غيابي في حقه وهو ما حضرش الجلسات، فهو من حقه انه يعمل معارضة استئنافية هنا على هذا الحكم. وبالتالي الحكم ده حكم لغاية اللحظة اللي بنتكلم فيها غير نهائي، مع فترة ال10 أيام اللي هو يطعن فيهم أو ال15 يوم اللي يطعن فيهم على هذا الحكم الغيابي. طيب النهاردة الشيبي من حقه ان هو يطعن على حكم المحكمة ويقول ان حسين الشحات مفيش حاجة اسمها مع ايقاف التنفيذ يتحبس لمدة سنة؟ لا. ليه بقول لك كده؟ لان النيابة الوحيدة اللي من حقها انها تستأنف على هذا الحكم في الجزء الخاص بموضوع ايه؟ في الجزء الخاص بموضوع الحبس لمدة عام. انما الشيبي يستأنف ايه؟ يستأنف الجزء الشق المدني اللي هو الخاص بتغريمه ويطالب زيادته او يدعي مدني بعد كده في قضية منفصلة عشان يزود مبلغ التعويض. كل دي امور يقدر الشيبي انه يعملها، لكن ما يقدرش يقول ان حسين الشحات، ولا يطعن على الجزئية دي في الحكم ان يقول حسين الشحات ما يتمش وقف التنفيذ بالنسبة له. طيب الوضع دلوقتي بالنسبة لحسين الشحات، هيعمل معارضة او هيستأنف هذا الحكم؟ بكل تأكيد امر طبيعي، رغم ان هو مش هيكون في عقوبة سالبة للحرية، يعني هو مش هيتحبس، لكن في نفس الوقت هي بالنسبة له تعتبر سابقة، يعني الراجل اتحكم عليه فلازم يستأنف عشان يحاول يلغي هذا الحكم. طيب النهاردة الموضوع بالنسبة لمحمد الشيبي، هل من حق النادي الأهلي انه يروح للفيفا ويقول ان الراجل لجأ للقضاء العادي وده ضد مبادئ الفيفا؟ اسمعني علشان الحتة دي مهمة قوي، وفي ناس كتيرة قوي هتقول لك الاهلي من حقه. على فكرة الاهلي من حقه والزمالك، كل نادي من حقه انه يروح للفيفا ويشتكي شكوى معينة، بس من خلال اتحاد الكورة، لان الاندية او الفيفا لا يخاطب اندية، الفيفا بيخاطب اتحادات اهلية اللي هي اتحاد الكورة في كل دولة من الدول. يبقى الاهلي هيشتكي واتحاد الكورة هيرفع هذه الشكوى الى الفيفا. لكن هنا النظريه، هل الاهلي اذا اشتكى هيوقف النشاط الرياضي في مصر؟ قولا واحدا لا. هقول لك ليه دلوقتي. لان الحكم اللي صدر ضد الشيبي تم وفقا لقانون الرياضه، ولو تفتكروا معايا في بدايه القصه في الاول خالص اللي حصل ايه، ان اتحاد الكره بعت للفيفا وطلب هل يحق للشيبي اللجوء في هذه القضيه الى القضاء العادي ولا لا يحق ليه، ورد الفيفا بخطاب رسمي اتنشر وكلكم شفتوه، قال ان ده شأن داخلي ينظمه اللوائح الخاصة والقوانين بكل دولة. وبالتالي الفيفا ما منعش في هذه الجزئية، عشان هتلاقي ناس بتقول لك لا وهيروح وهنوقف النشاط في مصر. الكلام ده كلام غير صحيح. تتبقى حالة أخيرة عايز أقول لك عليها ومهمة جدا. في ناس بتقول إن مفيش صلح ينفع ما بين الطرفين، لا الصلح جائز ما بين الطرفين. طب إذا حصل وكان في صلح موجود ما بين الطرفين، هنا بيتشال الحكم ده وبيستأنف، يعني بيتشال بعد ما الشحات يستأنف، وبيحصل ايه؟ بيطلع حكم من المحكمة يقول لك انقضاء الدعوة الجنائية بالتصالح، والحكم ده يصبح غير موجود. طيب هل ممكن تتحول عقوبة حسين الشحات لحبس رغم انها دلوقتي ايقاف تنفيذ العقوبة؟ امتى؟
بتتحول إذا عاد لمثل ارتكاب هذه الجريمة، ودي بتسمى في القانون حالة من حالات العود. إذا عاد لارتكاب مثل هذه الجريمة بيطبق عليه الاثنين خلال فترة وقف تنفيذ العقوبة، اللي هي ممكن تبقى 3 سنين، ممكن تبقى 5 سنين. لأن طبعا ما أقدرش أقول لك، لأن لسه حيثيات الحكم ما اتقالش، الحكم بس اللي اتقال منطوقه أو جزء كمان من منطوقه. عشان كده ما نقدرش نقول طبعا حتة إن هو يعود دي، يعني أنا ما أعتقدش إنها ممكن تكون واردة بالنسبة لحسين الشحات، وإن كان القانون بينظمها في حالات تانية أنا مش عايز أدخلك في تفاصيل خاصة بيها. طيب، أتمنى وكل ما أرجوه الفترة اللي جاية إن يحصل هدوء من كل الأطراف، لأن الصلح هو الخطوة اللي جاية اللي حسين الشحات لازم يلجأ ليها. عشان أنا عارف إن في ناس بتطلع تسخن الطرفين، تروح للشيبي: اوعى اوعى تروح تتصالح، ده انت حبست وعملت وسويت وخدت حكم ضده. واحد يروح يسخن حسين الشحات يقول له: لا، حقك ما تسيبوش، انت ازاي هيصدر ضدك حكم؟ يا جماعه الهدوء مطلوب. قصه التصالح هتخلص القصه كلها من بدايتها، وانا عملت حلقه هسيبها لك في خانه الوصف وهتظهر لك عندك، قلت فيها ان انا ضد التسخين اللي موجود من الطرفين، وافضل حل ان يتم التصالح بينهم. ده ببساطه الموقف القانوني لحسين الشحات ومحمد الشيبي بعد الحكم النهارده على حسين الشحات بالحبس لمده عام.